كوكيز متنكر في شكل بسكويت او طعم بسكويت. والله زي ما بقول لكم كده. عملته الساعه 2 بالليل تقريبا، كنت نايمه وانا بعمله ولا ايه مش عارفه. المهم تعالوا اقول لكم انا عملته ازاي. جبت ربع كوبايه زبده، المفروض انها ما تكونش سايحه قوي ولا متجمده من الفريزر، بس المفروض انها تكون ماسكه نفسها عن كده. وعليهم ربع كوبايه سكر، وعليهم رشه ملح. قلبيهم بقى بالشكل ده كده لحد ما تحسي ان السكر بتاعك داب. وممكن تقدري تريحي نفسك وتحطي بدل السكر حبيبات تحطيه اللي هو بودرة تضربيه في الكبة يعني. بعد ما بقى بالشكل ده كده هجيب بيضتين 2، وتقريبا الكمية دي كانت عايزة بيضة واحدة. فالمرة الجاية هعمله برضو مفيش فايدة، هجربه لحد ما يطلع مظبوط ان شاء الله. المهم حطيت البيض كده، ضربته الاول كده وبعدين حطيته على السكر. كمان هحط عليه بقى عشان الريحة فانيليا، وبرضو قلبيه كويس لحد ما تحسي ان هو اندمج في قلب بعض كده. هحط عليهم كوبايتين دقيق صغيرين كده تقريبا قد مج الشاي، وعليهم اقل من ربع معلقة صغيرة، اقل كمان بيكنج باودر. هقلبهم بقى في قلب بعض كده ولحد ما تحسي ان ملمسهم بقى بالشكل ده كده. شايفين؟ هحط عليه اي شوكولاته، دول اللي كانوا فاضلين عندي برضو، ما بوقفش نفسي على اي حاجه على فكره. حطيتهم وهحطها في التلاجة تستريح كده 10 دقايق، وبعد كده طلعها بقى بالمعلقه بتاع الايس كريم او بايدك. تطلعيها تحطي القطعه كده زي ما هي، ما تبططيهاش لان هي لسه هتفرش في الفرن. الصينيه بقى ما تدهنيهاش اي حاجه، ولو عندك ورق زبده بحطيها، دخليها الفرن على درجه حراره 170. هتطلع معاكي بالشكل ده. الريحه والطعم كان جميل جدا، بس الشكل بسكويت، مش عارفه ليه فين الغلطه.